السلام عليكم على شوكولاتات الحلوين اللي وحشني كتير. طبعا اول مره تشوفوني فانا قناه عائله سيد وهبه. نورتوني وشرفتوني، ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس لو عشان يوصل لكم كل جديد. معانا بقى اكله النهارده اللهم بارك. تقريبا هي بتتكلم عن نفسها من شكلها صح كده. يلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا كول سلو، كرنبايه كول سلو. بتروحي تقولي عايزه كرنبايه سلطه بتاعه الكول سلو، وهبتدي اخد جزء منها لان هي ما شاء الله كبيره. اساسا اللهم بارك صراحه الكول سلو احلى حاجه فيه ان هو بيرمي. يعني الكرنبايه دي ممكن تعمليها على 3 مرات لو كمان هتعملي يعني طبق حلو كبير محترم. يبقى معايا الكرنبايه بتاعه الكول سلو كده، هقطع منها جزء وابتدي ان انا اقطعه لقطع صغيره. طبعا نسيت اقول لكم، طبعا مش محتاجه ان انا اقول ان الاكله دي كنتاكي، اكله KFC. يعني محبينها كتير صح كده. قطعتها زي ما انتم شايفين صغيره ازاي. كل ما تبقى صغيره هتاخد الصوص هتشربه كويس جدا، وكمان هتبقى طعمها دايب معاكي. انا هنا كنت اوريدي اصلا لسه شاريه الحاجه بتاعتي بتاعت الاكل، عشان كده صورت لكم حتى بالهدوم اللي انا لسه طالعه بيها من السوق. بس ده لازم بدري، يعني انا كل سلو ده انا عملته الصبح بدري عشان خاطر يلحق يقعد يعني في التتبيله بتاعته، عشان خاطر يبقى طري معاكي وطعمه حلو ومتشرب، ما يبقاش طعمه كرنب. لانك لو عملتيه وكلتيه على طول هتحسي ان انت بتاكلي كرنب بس متبهر، مش اكتر من كده. فاول حاجه هبتدي ان انا اعملها الكول سلو عشان احطه في التلاجة ياخد وقته على ما اجي اعمل الاكله بالليل. شايفين التقطيعه صغننه وجميله زي اللي هنا بوريكم التقطيعه. هبتدي بقى ان انا بسلم عليكم ده عادي. ابشر عليها جزرتين. انا ما بحبش اكتر صراحه الجزر في الكول سلو، حسب الرغبه انت بتعملي. انا بستكفى بجزرتين بس، منها شكل لونه حلو كده، بيدي لون حلو وكمان بيدي طعم حلو، بس بصراحه بحس ان بيبقى افضل لما بيكون اقل. وحسب ما انت تحبي. طبعا الكرنبايه دي كانت عامله عندي 25 جنيه، بيختلف طبعا الاماكن يا جماعه. يعني الكرنبايه دي بتعمل معايا 25 جنيه، بتعمل معايا 3 مرات وحبه حلوين يعني هتشوفوهم دلوقتي. بشرت كده الجزر معايا، وهبتدي بعدها انا اجهز بقى ايه اللي هو التشريبه بتاعتها. شايفين بقى جزء من الكول سلو عامل لي طبق اللهم بارك قد ايه. طبعا الطبق ده يعني بينزل شويه الحجم بتاعه، لما بتتشرب التتبيله بيبقى يعني يدبل شويه معانا فبيقل الكميه شويه. معايا هنا تقريبا ربع كوبايه من السكر، وما تستكتروهوش لان الكميه كبيره. السكر حسب رغبتك. ومعايا كوبايه من اللبن، ممكن تستبدليها بزبادي. ومعايا كمان كوبايه من المايونيز. هحط كوبايه اللبن والمايونيز والسكر، وهحط رشه من الملح بس كده. ما تستغربوش، بس كده. انا مختلفه كتير جدا عن كل الناس اللي بتعمل كول سلو، ما بحبش احط فيه بهارات. تعالى سلم على الناس في الفيديو. تعالى سلم. تعالى سلم. خش. مساء الخير. عاملين ايه؟ معلش بقى، هو دخل يسلم عشان نازل رايح شغله، عشان زي ما قلت لكم لازم نبدا في التتبيل من بدري، سواء الكنتاكي او الكول سلو. المهم زي ما قلت لكم بقى، ما بحبش احط بهارات. جربت قبل كده احط على الكول سلو بهارات، بصراحه الطريقه دي افضل واحلى بكتير. يلا بينا بقى نتبل اساس الفيديو اللي هو KFC الكنتاكي. احنا كده مقطعين، جايبين فرخه كامله ومقطعينها على 8. بس الفرخه يا جماعه ما تكونش كبيره، لازم الفرخه تكون صغيره، لان احنا هنعمل الكنتاكي ني، مش هنسلقه ولا حاجه. واخده هنا كده دبوس والكبده والقوانص والرقبه، دول هعمل بيهم الرز ان شاء الله. هنبدا بقى كده ننغص بالسكينه زي ما انتم شايفين الفرخه بتاعتي. تاني هرجع ونقول تكون الفرخه صغيره، ما تكونش اكبر ابدا من كيلو 300 كيلو 400. اكبر من كده مش هتستوي معاكي سوا حلو، هتلاقيها من جوه يعني سوري يعني فيها دم. تمام. فهبتدي كده زي ما انتوا شفتوا انا غسلتها. هبتدي بقى ان انا هنا كده معايا نص كيلو من الدقيق، ما تستكتروهوش لان احنا هنقسمه نصين. ومعايا البهارات بتاعتي بقى، توم باودر على بصل باودر وبهارات فراخ ومعلقه من السكر، مش الملح، مش هنحط الملح دلوقتي. فلفل اسود واحده من الماجي على شويه من الكاري، بيدي لون حلو قوي للفراخ، ممكن تستغنى عنه لو مش حباه. ومعلقه من البابريكا. من كل حاجه معلقه كبيره. هنحط كده البهارات بتاعتنا كلها، ومش هنحط الملح تاني. هرجع واحذركم ما نحطش الملح دلوقتي، وهقول لكم ليه. عشان احنا بنقسم الدقيق ده نصين. ليه بنقسمه نصين؟ نص بنتبل فيه الفراخ، ونص تاني بنبتدي ان احنا نعمله عشان ده بتاع الكفر. روان هنا بتسلم عليكم.
بتاع الكفر، النص اللي احنا هنشيله للكفر بتاع الدقيق اللي هيكون فيه كل البهارات ده، ما ينفعش نحط فيه دقيق ملح. ليه؟ لانه اوريدي الملح اللي انت حاطاه في التتبيله هيبقى متبله حلو. الكفر اللي الخارجي اللي هو الدقيق اللي هتحطيه في الكفر، لو حطيتي عليه ملح هتلاقي معاكي الكنتاكي هيطلع مالح. فاحذروا من ان احنا ما نحطش ملح في الجزء بتاع الكفر بتاعنا. هنا بقى ده الجزء اللي انا هتبل فيه. حطيت كده معلقتين من الملح، وهنحط بضايه وشويه من او كوبايه من الميه عشان نعمله زي عجينه تقيله. عجينه تقيله زي كده اللي بتتبلي فيها القرنبيط، تكون العجينه تقيله مش خفيفه عشان خاطر تمسك كويس في الفراخ بتاعتي. هقلبها كده لحد ما يعني تبقى قوامها تقيل، يعني تقريبا هي خدت مني كوبايه وربع. طبعا انتي بيختلف معاكي حسب نوع الدقيق، فما تمشيش على الميه دي زي ما حد يقول لك عينك هتشوف. بقيه الدقيق بقى هنشيله بقى ايه لما التتبيله يعني لما الفراخ تبقى خلاص اتبلت هنبتدي نعمل بيها الدقيق. طبعا الكنتاكي لازم عشان يطلع معاكي مظبوط 100% لازم ما يتبلش اقل من ساعتين. ويا سلام بقى لو بايت في التتبيله، يا خرابي التتبيله بتبقى رهيبه، بتبقى متبل من جوه اللحم من جوه. هبتدي كده بقى ان انا انزل بالفراخ بتاعتي بعد ما خلاص. هوريكم دلوقتي القوام بتاعنا بقى عامل ازاي. هنا خلاص كانت التتبيله بقت جاهزه معايا. هبتدي كده ان انا اجيب الفراخ زي ما احنا شايفينها كده، هننزل بالتتبيله. بصوا شايفين قوامها عامل ازاي، شايفينها تقيله ازاي. ده القوام اللي احنا عايزينه عشان تبقى كده ماسكه في الفراخ لما نيجي نحطها في الدقيق الكفر دوت ما ينزلش من عليها. هبتدي بقى ان انا اتبلها واسيبها. انا لحد دلوقتي زي ما قلت لكم لسه كنت طالعه من السوق، عملت كل ده زي ما انا حتى بلبسي اهو بتاع السوق. هبتدي احط ده في التلاجة واسيبه بقى. انا هنا كنت متبلاه بدري الصبح بدري، هسيبه لحد يعني سبته تقريبا 5-6 ساعات لحد ما خد وقته في التتبيله سواء هو ولا الكولسلو. هبتدي بقى هنا اعمل الرز بتاعي، رز بسمتي. معايا البهارات بتاعتي بسيطه جدا، بجيب بهارات رز بسمتي ده انا قلتها لكم كتير جدا في كذا فيديو. بهارات رز بسمتي على واحده من الماجي، على لورا وحبهان، والملح بتاعي بس، ما بحطش اي حاجه ولا اي زياده تاني. بهارات الرز بسمتي دي لوحدها كفيله مكان اي حاجه هتحطيها سواء كاري ولا كركم ولا. البصلايه كده بتاعتي مع قرن فلفل مقطعاه، قرن فلفل رومي، عايزه حراق حطي. بشوح البصله مع قرن الفلفل الرومي مع شويه زبده على زيت، وهشوحهم. بعد كده هنزل بالحاجه اللي انا قلت لكم ان انا شلتها، اللي هي الدبوس والكبده والانثى والقلب والحاجات دي كلها. مش متواجده عندك عادي، انت تقدري تستغني عنها، بس بصراحه بتدي طعم تحفه جدا للرز البسمتي بتاعي. نزلت كده بالبهارات بتاعتي، وهبتدي ان انا اشوحها مع البصله والفلفل عشان تدي الفراخ طعم حلو كده. بتفرق لما البهارات بتشوحيها مع الماده الدهنيه، بتبتدي ريحتها تبان كده، وتبقى ريحتها تقلب البيت عندك والعماره اللي انت فيها صراحه من ريحتها بتبقى تحفه. هقلبها وانزل بقى بالرز بتاعي، وبعد كده برضو هشوحه شويه مع الحاجات دي كلها. وفي الاخر خالص هننزل بالميه بتاعتنا. طبعا الرز البسمتي مقدارين، الميه بتاعته مقدارين مش مقدار واحد مش زي الرز الابيض. المفروض دي كلنا ما شاء الله بقينا اساتذه وعارفين ده كويس. يعني بالمعنى الاصح الميه بتاعت الرز البسمتي بتبقى اكتر شويه من الرز العادي، بس برضو ما تكتريش قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا كده الميه بتاعتي تمام جدا. هبتدي بقى ان انا اغطي عليها، ولما تغلي ابتدي ان انا اوطي. الملح ده طبعا حسب الرغبه، انتي بتدوقي وتشوفي الملح بتاعك تمام ولا مش تمام. مش عايزه اقول لكم بقى الفراخ اللي كانت في الرز البسمتي دي كانت طعمها لوحده خيال. جربوها بالشكل ده. ده مش كبسه، في فرق بين الكبسه والرز البسمتي. ده رز بسمتي عادي مش كبسه، بيختلف طبعا طعم الفراخ سواء في الكبسه او في الرز البسمتي. سبت هنا كده بقى معايا الرز البسمتي يستوي على جنب، وهبتدي اعمل للفراخ الكفر بتاعها. دي اهو اللي احنا شلناها على جنب زي ما قلنا. هنبتدي كده بايدينا الشمال نطلع الفراخ، وبايدينا اليمين هنبتدي ان احنا نحط الكفر. ما نحطش ايدينا اللي هنطلع بيها الفراخ ما نحطهاش في دقيق عشان ما نهدرش كميه دقيق ملهاش لازمه. بايدينا كده هنحاول كويس قوي نتاكد ان الدقيق يعني دخل في كل حته في الفراخ.
شايفين شكل الفرخه كده بالمنظر اللي احنا بنحبه، اللي على الفرخه كده من بره بيبقى فيه شكل مخرمش كده مكرمش، مش عارفه اقولها لكم ازاي او مش عارفه اوصلها لكم ازاي. اللي انتوا شايفينه يعني عينيكوا شايفه اكيد المنظر اللي احنا بنحبه ده بيبقى على الفراخ. اهم حاجه واحنا كده بنعمل بالدقيق، بنفضل ننفض الفراخ كويس واحنا بنعملها، بحيث ان احنا ننزل اي كميه دقيق زياده عايزين تحطوها في مصفى وتنخلوها، بحيث ان الدقيق كله ينزل من عليها، ما يبقاش فيه دقيق عشان ما يحرق لناش الزيت. تمام. انا عن نفسي بفضل انفض في الفراخ كويس جدا قبل ما احطها في الزيت. ويا جماعه اللي يقول لكم تبلوه حطوها في الدقيق سوري، حطوها في الدقيق وحطيها في الفريزر شويه او في التلاجة شويه، اوعوا تسمعوا كلامه. ليه؟ لان الشكل اللي احنا شايفينه على الفراخ من بره ده بتفقديه لو حطيتيها في الفريزر، بتبتدي تتماسك كده في بعضها. الزيت زي ما احنا شايفين لازم يقدح كويس قوي معانا. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل الفراخ بتاعتي ونغطي عليها زي ما انتوا شفتوا، ونوطي عليها خالص بعد ما ننزلها، يعني ننزلها في زيت سخن جدا، بعد كده نروح يعني دقيقة ونوطي خالص ونغطي عليها. نبتدي كده اول ما نفتح زي ما احنا شايفين لونها غير، هنقلبها ونرجع نعلي تاني. معلش هو شوية عايز صبر بس عشان خاطر يستوي معاكي صح، بما ان احنا حاطينه يستوي سوا كامل في الزيت، فلازم نمشي على الخطوات دي. يبقى تاني هعيد، بنعلي النار خالص عقبال ما نحط الكفر بتاع الدقيق وننزل بالفراخ في نار حامية، وبعد كده نوطي خالص ونغطي. لما نيجي نقلب الفراخ خلاص، لما تكون خلاص اتحمرت معانا خدت الوش، نقلب ونعلي النار تاني وما نغطيش عليها تاني خلاص بقى عشان تتحمص معانا. نسيت اقول لكم لو حابين تحطوا نشا حطوا. انا عن نفسي صراحه ما بحبش احط نشا لان بيقرمشها بزياده لدرجه انها بتوجع السنين. انا بفضلها بالشكل ده وهتبقى مقرمشه معايا وتحفه. خلاص انا كده دي استوت معايا المرحله الاولى. شايفين الزيت لسه نضيف معايا ازاي؟ لان انا منفضه الدقيق كويس. هو ده شكل الدقيق، شايفينه بيبقى شكله عامل ازاي بقى على الفراخ. هبتدي بقى ان انا اكمل بقى على نفس النظام، هكمل تحمير على نفس الشكل. ونسيت اقول لكم في نص الفراخ وهي بتستوي كده، لما تفتحي الحله وتشوفيها قبل ما تقلبيها بالسكينه انغزيها تاني كده زي ما عملنا في اول الفيديو، عشان خاطر الزيت يدخل من جوه الفراخ ويخليها تستوي من جوه كويس جدا. شايفين منظر الفراخ؟ يعني المنظر بيتكلم عن نفسه. هنا بقى الكول سلو خلاص طلعته عشان اغرفه. شايفين الصوص اللي نازل ده؟ عالمي. الصوص ده عالمي يا لهوي. لما بيتحط كده على شويه الرز البسمتي وتاكلي معاها قطعه من الكنتاكي، يا خرابي يعني الطعم ولا اروع. طبعا حابين ان انتوا تقللوا الكميه بتاعت الصوص دي، تقدري تقللي اللبن بتاعك، بس انا بصراحه بحب الصوص اللي نازل في الكول سلو ده. غرفت معايا كده الكول سلو بتاعي. شايفين الرز الحبه بحبتها ازاي؟ يعني مش محتاجه اتكلم كتير خلاص، المنظر لوحده بيتكلم. شايفينه مفلفل وجميل ازاي؟ والفراخ بقى فيه. جربوا وقولوا لي رايكم، بس مش هقول لكم اكتر من كده. انتوا بنفسكم لما تجربوا وتدوقوا الطعم هتعرفوا انا بتكلم على ايه. وهوريكم في الفيديو الشورتس او الريلز الفراخ من جوه كانت بيضه وشكلها شهد ازاي. انا هوريكم حته هنا بس في الريلز انا جايبه الفرخه من قلبها من جوه قد ايه مستويه، ما فيهاش اي دم، ما فيهاش اي سواد في العظم، لان طبعا السواد ده يا جماعه لو الفراخ بايته. الفراخ طالما انت صابحه ولسه جايباها وتتبلتيها فعمرها ما هيطلع معاكي العظم بتاعك مسود. ده اللي هناك ده الرينج لايت عادي. يعني خلاص انا كده مش محتاجه اتكلم، الشكل لوحده بيتكلم وبيقول لكم. والخروشه اللي هنزلها لكم في الفيديو الريلز هتسمعوا صوت الخروشه اللي في الفراخ وقد ايه مقرمشه وجميله وفاتحه من جوه وبيضه وكل حاجه. يا رب اكون وصلت لكم المعلومات كامله. انا حاولت قدر الامكان اقول لكم كل المعلومات اللي تطلع معاكم كنتاكي KFC صح 100%. ويا رب ما اكونش طولت عليكم. اسيبكم في رعايه الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلوا على الحبيب.